كشاف الطوارئ هنعمل له ريفيو دلوقتي في السريع. نفتح مع بعض كده، مفيش حاجه في العلبه. يجي معاه وصلة الشحن من نوع اندرويد عادي اللي هي السامسونج اهي، USB، وده الطول بتاعها كده. والكشاف طبعا الكشاف بيجي باللون ده او بالازرق، يعني بدل الاخضر ازرق، لكن هو الثابت الاسود ده فيه. ده شكل الكشاف على الطبيعه. حجمه بص بالنسبه لكف ايدي حجمه كويس جدا. خلينا نقيسه مع بعض ونشوف الابعاد بتاعته. طول حوالي 19 سم، اما العرض 13 سم ونص، والسمك هنا حوالي 5 سم ونص. فابعاده حلوه جدا ان هو يبقى في البيت. ده كشاف لازم يبقى موجود في كل بيت عشان خاطر موضوع انقطاع الكهرباء ده. الحلو فيه ان هو بيشتغل بالطاقه الشمسيه. طول ما في اضاءه زي ما انتم شايفين دلوقتي، الاضاءه اهي، اللمبه منوره معانا اهي اهي. لو انا قفلت دي كده اللمبه بتطفي اهي كده. فكده هو بيشحن طاقه شمسيه. طب هل كده بس؟ لو انا ما عنديش نور على طول يعني، او ما فيش شباك والكلام ده كله، مش عايز تشحن طاقه شمسيه، او بيشحن ببطء يعني بياخد وقت، فهو مديك الوصله دي عشان توصلها هنا كده اهي، وتشحنه على اللابتوب او كمبيوتر او باور بانك او شحن 1 امبير، هيشحن معاك على طول. طيب الحلو كمان فيه ان فيه مدخل USB تقدر تشحن بيه اي موبايل. كده كده معاك موبايلك اهو كده، بيشحن الموبايل عادي جدا اهو من الكشاف زي ما انتم شايفين كده. وطول ما في اضاءه هيشحن، هيفضل بيشحن معاك عادي جدا. فانا شايف ان هو مفيد وعملي للطوارئ لو الكهرباء قطعت، خصوصا ان هو فيه 1 2 3، وهو مفيهوش غير الزرار ده. اول ضغطه هتنور معانا الكشاف اللي في الوش دي، ودي اضاءته، ودي كشاف الليد، وده كده الكشاف اللي قدام اللي هو السهاري كده، بص اللي هو بينور قدامك كده. والضغطه الرابعه بيفصل معاك. فكده مفيش اي حاجه خالص غير الثلاث حاجات دول، والطاقه الشمسيه والباور بانك اللي بيشحن الموبايل. انا شايفه مناسب وعملي للطوارئ، وحجمه حلو جدا. هسيب لك رابط الشراء بتاعه اسفل الفيديو.